مهمة يعني إن شاء الله. للأسف في الآخر فعلا عارف إن هو يطلقها، وأثبت عليها حاجة زي كده، أثبت عليها حالة الدليل الضد بكل سهولة. ليه؟ لأن أنا ليه؟ لأن أنا النهارده كسوق ذكاء اصطناعي أقدر من خلال الصوتيات والمرئيات إن أنا أقعم في الصوت اللي موجود ده في الفيديو. تمام. ومن خلال الصوتيات والمرئيات أثبت إن هو ده ذكاء اصطناعي مش صوتها. جميل أوي. يعني في حاجات مفبركة ولكن القانون بيأخذ عليها، ولكن في حالة إثبات إن هي مفبركة بيتم يعني انقضاء الدعوة أو إلغائها، صح كده؟ ده غير ان انا ممكن اصلا الشخص اللي هو مدعي عليه حاجه زي كده ارجع عليه بالتعويض بعد كده، ارجع عليه جميل أوي. بالتعويض المدني. جميل. افتعال أدلة وسجن كمان، افتعال أدلة والكلام ده فيها سجن يعني. جميل. السلام عليكم مستشار آه، محمد، منور السلام الدنيا. ورحمة الله وبركاته. الله شرفتنا يخليك، ده ونورتنا نورك لأول مرة وسيادة تبقى في المستشار منصة وكل السيجما، الحضور يعني. منصتك أنت صاحب البيت وإحنا ضيوف. يا باشا آه، العفو، ازاي بقى. الله يحفظك. أنا متابع حضرتك من كومنتاتك في البثوث المختلفة بصراحة، ويسعدنا ويشرفنا طبعا وجودك معانا في حضرة الله يخلي المستشار حضرتك. السيجما، المستشار سيفين، الأستاذ جي آر، الأستاذة جويت، والإخوة الأفاضل الموجودين كومنتات. عرفنا على نفس حضرتك كده لو حابب، فيما لا يعرض حضرتك فيما بعد لأي مشاكل. وشوف حضرتك لو حابب نفتح أي موضوع فيه شق قانوني يخص بقانون الأسرة، تحت أمرك. الله يخلي حضرتك. هو طبعا يعني أنا استشاري اقتصادي، وفي نفس الوقت عندي بعض اختراعات مهمة يعني إن شاء الله. صدر بيها براءات اختراع، وبإذن الله بسعى لتنفيذها حاليا يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طيب حضرتك مستشار اقتصادي، يعني حضرتك عندك علم كويس جدا بالخطط القادمة، أو ليك رؤية معينة في حالة الاقتصاد اللي في الدولة حاليا. ممكن تنوه لنا إذا كان عندك معلومة أو عندك رؤية معينة كده، إزاي الدولة هتكون موجودة بعد 10 سنين أو 5 سنين اقتصاديا. والله هو يعني في مشروعات طبعا بتتم دلوقتي، مفروض هتؤتي ثمارها إن شاء الله في المرحلة الجاية يعني. ويعني مشروعات مهمة جدا يعني، زي قطارات فائقة السرعة، زي ربط البحرين الأحمر بالمتوسط برضو بشبكة قطارات فائقة السرعة. زي المفاعل النووي برضو هيوفر كتير. والمفاعل النووي هيشتغل السنة دي أو أول السنة الجاية، اللي هي أول مفاعل هيشتغل تجريبي يعني. والأربعة هيشتغلوا طبعا في 28. هو فعليا ممكن من 26 هيكون المفاعل الأول. يعني بيقولوا تجريبي لحد 28، لكن المتوقع إنه يشتغل فعليا في 26 يعني، شغل ستابيليتي يعني. فالاقتصاد المصري بإذن الله بيتطور وبيتطور بكثافة، وإن شاء الله يعني أنا عندي مجموعة مشروعات بإذن الله لو اتحققت تنقل مصر نقلة تانية يعني، لأن هي فيها براءات اختراع وابتكارات جديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم يعني، زي محطات تحلية مية بحر وتوليد كهرباء وغاز بدون استخدام أي مصادر وقود أو طاقة متجددة. المحركات دي بتعتمد على محركات ذاتية التشغيل. المحركات دي ممكن تشتغل في كل وسائل النقل، سواء سيارات أو أتوبيسات أو نقل تقيل أو مسيرات، أو حتى سفن اللي هي الطاقات الأكبر يعني، اللي هي لانشات أو سفن قاطرات أو سفن
الكبيرة، لكن طبعا ده بيبقى أكتر من محرك وبيبقى له تصميمات معينة يعني. برضو الزراعة بمية البحر يعني فيها براءة اختراع، وبقى لي 10 سنين بعرض نماذج إن ممكن نزرع 10 مليون فدان بمية البحر أو أكتر يعني. زائد برضو في مشروع للغابات والمراعي الطبيعية إحيائها. إحنا عندنا مساحات ممكن قبل الاستزراع 10-15 مليون فدان غابات ومراعي طبيعية كانت تقليديا طبعا يعني تعتبر اتهجرت او ما فيش، ما حدش بيستخدمها او ما حدش بيعتني بيها. فبرضو في نوعيات محاصيل وبذور جديدة ونباتات جديدة بتتحمل أعلى معدلات الجفاف وملوحة التربة وكده، وبتتحمل العطش وأقل قدر من المية يعني. فدي برضو إن شاء الله ممكن تعمل طفرة في حالة تنفيذها إن شاء الله. فيعني بإذن الله برضو الوقود الحيوي في الزراعة بمية البحر أو وقود حيوي بشكل عام في تكنولوجيا جديدة لتصنيعه. وفي نفس الوقت الفدان الأرض الصحراء اللي بتتزرع بمية بحر ممكن يوفر 100 طن بيوديزل. يعني لو مليون فدان يوفرهم 100 مليون طن بيوديزل، اللي هي تعادل حوالي 7، يعني بنضرب في 6.5 الطن يعمل 6.5 يبقى 650 مليون برميل. ده لو مليون فدان. لو 10 مليون فدان يبقى بدل 650 يبقى 6.5 مليار، يعني أكتر من لا ثواني 100 مليون هيبقى مليار، 6.5 مليار صحيح. فهيبقى حوالي على 365 يوم يعني المهم هيبقى أكتر، لأن لو مليون برميل يوميا هيبقى 365 مليون برميل في السنة. هيبقى 2 مليون هيبقى 700 وكذا، اللي هي ممكن تيجي من مليون فدان يبقى 2 مليون برميل، أو إن هي ممكن توصل مضاعفات الأرقام دي يعني. ده الكلام ده لو احنا فبإذن ضربناه على الله 10، الكلام ده اللي احنا قلنا على 10 فدنا. لو قلنا على 10 مليون فدان، لا لو لو قلنا على مليون فدان، لو اسف، لو لأن قلنا هي على مية مليون بحر فدان. وصحراء، فما فيش محدودية لها يعني. خصوصا في مصر عندنا أكتر من 2 مليون فدان، أكتر من 2 مليون يعني أكتر من 2000 كيلو سواحل بحرية أو 4000 كيلو سواحل بحرية وصحراء ممتدة ممكن تسحب مية البحر بنفس طريقة يبقى احنا الترع كده بنتكلم على والقنوات. الصحراء اللي هي تخص مثلا مدينة اسكندرية، السويس، بورسعيد. لكن الصحراء اللي هي والله بتاعت صعيد مصر كل اللي البحر المناطق الغير مأهولة في الصحراء الغربية. واحنا عندنا على فكرة بين يعني مجموعة مدن على امتدادها، فبينها عشرات الكيلومترات الخالية تماما، إن ما كانش في مئات الكيلومترات بين مدينة ومدينة يعني. فكل ما هو خلي بالك المساحات دي حضرتك، بالعمق ده بتاعها هيحتاج ممكن. بنية تحتية أخرى أو شق ترع. مش مشكلة. ما هي انت تكلفة الزراعة أرخص من الزراعة العادية، في نفس الوقت طيب العائد أعلى كتير. طيب إن شاء الله لو قلنا بإذن الله تعالى المشروع هيوفر الكمية دي فعلا من المية. طيب هل هنحتاج مضخات أو هنحتاج عوامل التحلية بتاعة الماء اللي أنت بإذن الله تعالى بتتكلم إن لا هي لا توفر لك؟ ده التكنولوجيا هم في 2 تكنولوجيا موجودين. مم. تكنولوجيا بتحلي مية البحر وتولد كهرباء وغاز، دي عشان المية العذبة دي شرب وغيره. لكن التكنولوجيا التانية بزرع بمية البحر مباشرة بدون تحلية أو معالجة. عشان كده بقول يعني لحضرتك حضرتك تكلفتها أقل. بتتكلم في مشروعين، اتنين تكنولوجي. التكنولوجي الأولاني إنك أنت بالظبط. بتحلي مية البحر لاستخدام الآدمي.
لا وبرضه لا استخدامات تانية وزائد موارد الطاقة كلها. يعني الفكرة كلها ان حضرتك تقدر تزرع بمية بحر مم. وتعمل مجتمعات في اي مناطق نائية او معزولة، بدون لان حضرتك هتوقع انواع المحاصيل بانواعها، يعني محاصيل حبوب، محاصيل زيتية، محاصيل اعلاف، خضر وفاكهة، محاصيل وقود حيوي، دي اللي بتكلم عليها. الفدان ممكن يعني إنتاجيته 300 طن، يطلع منها 100 طن للفدان الواحد وقود حيوي، اللي هو سواء إيثانول أو بيوديزل اللي هو بديل السولار يعني. والإيثانول بديل البنزين، يعني معروف إن هو بينضاف للبنزين. ف الاتنين دولت الفدان يطلع مليون اقصد الفدان يطلع 100 طن، معناها ان المليون فدان يطلعوا 100 مليون طن اللي هم 600 مليون برميل، اللي هو يعادل 2 مليون برميل سنويا يعني، 2 مليون برميل يوميا. ده لو مليون فدان بس. طب لو اكتر بنقدر نضاعف الرقم. فاحنا طبعا إنتاجنا من الوقود غير الغاز، يعني اللي هو الوقود بيسموه الزيت، أو سواء بقى كان سولار أو كيروسين أو كده، ده أقل من نص مليون من سنين يعني. فكونك أنت تقدر تعمل 2 مليون برميل يوميا وبمصدر صناعي ورخيص وكذا، فده طبعا يعني المفروض قفزة تكنولوجية لا مهولة، ده كده خصوصا هيعمل إن في تحويل، هيعمل تحويل كلي وجذري كمان في جذري او كلي في كل شيء، حتى في وسائل النقل احنا ممكن كمان نستغنى بنسبة كبيرة ما جدا هي عن كمان المواد وسائل البترولية النقل في المتعارف بيها التكنولوجيا يعني. التانية بقى مم. بتشتغل محركات، بتشتغل ذاتي، مش محتاج أي أنواع من الوقود كمان. ما شاء الله فالاتنين تبارك الله. موجودين. طيب حضرتك ما شاء الله، يعني حضرتك الأول عرفتنا إن حضرتك خبير اقتصادي أو مستشار اقتصادي. طب إيه اللي يخلي حضرتك تتوجه في علوم أخرى زي علوم الطاقة وعلوم الصناعة والاختراعات؟ والله اتكلمت كتير في إن يا جماعة في ثروات هنا يا ريت نستخدمها، في ثروات يا ريت نستخدمها، في تكنولوجيات قبل ما حدش كان بيسمع. فاضطريت أشتغل بنفسي، يعني عملت السلالات، وقدمت مشروعات متكاملة والكلام ده خاصة سواء بالوقود الحيوي أو الزراعة بمياه البحر، وعملت فيها براءة اختراع. كذلك بالنسبة لمحطات التحلية، تحلية مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز يعني. بتعمل ذاتيا بدون الحاجة لأي موارد، سواء وقود أو كهرباء أو مصادر طاقة متجددة يعني. ف جميل أوي. طيب آه، هل تم التجارب دي، معلش يا أستاذ محمد، هل تم التجارب ديت بمجسمات صغيرة؟ لا هي مش مجسمات، هي طبعا كون صدرت براءة اختراع معناها ان الاختراع قابل للتطبيق والتنفيذ. زائد طبعا انا عندي رسوم تفصيلية وكل حاجة، واتكلمت قبل كده مع وزارة الانتاج الحربي، والناس كانوا مرحبين وطلبوا خطوات على اساس ندخل في مرحلة التعاقد وصنع النموذج التجاري والكلام ده. فاحنا ان شاء الله ماشيين في المرحلة ديت. وبالنسبة برضو للزراعة بمية البحر، يعني مقدم على طلبات تخصيص أراضي وكده، لكن بقى البيروقراطية برضو للأسف بقى لنا كام سنة بنحاول معاهم، وربنا يسهل يعني. إن شاء الله المستقبل جاي بإذن الله تعالى، وتوفيق يا أستاذ محمد أكيد. و... الله يخليك. وأتمنى لك طبعا إن ربنا يوفقك ويسرك الأمر. مستشار سيفين وجوكر وجويت، إيه رأيكم إن مشروعات زي دي، شايفين إن هي ممكن تنفع المجتمع على على القريب العاجل، ولا ممكن التنفيذ بتاعها يكون بطيء؟ هو احنا كآلية، انت عندك علشان تستقبل الحاجات دي كلها لازم يبقى انت عندك رأس مال تستقبل بيه، تمام. لازم يبقى عندك استعدادات زي ما قال الباشمهندس محمد، تمام. لازم يبقى عندك استعدادات تستقبل بيها الحاجات دي كلها.
فهل أنا عندي النهاردة الإمكانيات المادية؟ هل أنا عندي الإمكانيات التكنولوجية اللي أنا أقدر أستقبل بيها الحاجات دي كلها؟ ما أنا النهاردة عندي لازم أكون مستعد تكنولوجيا، ولازم أكون مستعد ماديا، ولازم أكون عندي كافة الاستعدادات اللي أنا أقدر أستقبل بيها الحاجات دي كلها. فأنا النهاردة عندي وسائل. أنا النهاردة ك... النهاردة كدولة عندي وسائل، عندي حاجات كتير. لكن هل أنا عندي الفكر وعندي القابلية إن أنا أبقى في استعداد إن أنا أستقبل الحاجة دي؟ يمكن الأستاذ محمد قال مصطلح مهم جدا جدا من شوية. المصطلح ده أنا كان نفسي نقف عليه شوية. إيه هو المصطلح ده؟ عندي البيروقراطية. يعني إيه البيروقراطية؟ البيروقراطية يعني عندي تعقيد في الورق، تعقيد في يعني تعقيد في الإمضاءات، تعقيد في الروتين. نفسي يبقى عندي روتين كويس بحيث إن هو يشجع فئة. يعني في عندنا فئة علماء بسم الله ما شاء الله، فئة ممتازة جدا. بس المشكلة أنا بقتل الاختراعات، بقتل التطور، بقتل الاكتشاف بسبب البيروقراطية اللي احنا بنتكلم عنها. ان انا عندي الروتين عندي بيقتل حاجات كتير. ويمكن النقطة دي انا حابب ان انا برضو استوضح منها مع الباشمهندس محمد يكلمني عنها شوية. ايه اصعب الحاجات اللي قابلته في الاختراعات اللي هو كان بيعمل ليها براءات اختراعات في المصالح الحكومية؟ يعني الحاجات اللي هو واجه صعوبة في تسجيلها في المصالح الحكومية. اتفضل يا باشمهندس. والله هو التسجيل نفسه، يعني في براءات اختراع للأسف بتاخد 10 سنين. لو عرفنا إن فترة الحماية لأي اختراع بتبقى 7 سنين، اللي هو النموذج المنفعة، أو اللي هو بيعتبروه ابتكار صغير يعني، أو 20 سنة للاختراع. بتبتدي المدة ديت من تاريخ التسجيل. فلو حضرتك بتضيع 10 سنين، المفروض في القانون المصري في حدود سنة أو سنة ونص، بتضيع 10 سنين بدون يعني بدون ما يبقى انت متأخر في اي حاجة انت بتقدم. طبعا لو طلبوا استيضاح او كلام من ده في مواعيده ويركنوك سنة واتنين، وتفضل انت تتصل وتستعجل عشان تطلع البراءة بعد 6 7 سنين، او ساعات بتوصل 10 سنين. فكل ده محسوب على عمر البراءة وفترة الحماية بتاعتها. ده اكيد يكبد الاقتصاد خسائر مهولة يعني. يعني لولا ان انا مثلا بيبقى عندي ديفنس اللي هي تطوير للبراءة، بحتفظ بيه بحيث اجدد البراءة واوفر لها حماية دولية بعد صدور براءة الاختراع يعني. لكن طبعا دي مشكلة كبيرة موجودة عندنا وما زالت قائمة يعني. يعني حتى كانوا بيتكلموا على ان هم بيحاولوا يطوروا في أكاديمية البحث العلمي وكده، لكن ما زال إلى الآن في براءات اختراع بقى لها 10 سنين وما صدرتش، مع إن هي مستوفية وكل حاجة. في مثلا لو حد البراءة اترفضت، مفروض بيقدم طعن. القانون بيلزمهم خلال 6 شهور، يعني بتتشكل المفروض هيئة طعن فيها مستشار وفيها عضو من أكاديمية البحث العلمي وفيها أساتذة دكاترة من كليات متخصصة محايدين وكذا، وبتاخد قرارها خلال 60 يوم. النهاردة ممكن الكلام ده بياخد سنين في أكاديمية البحث العلمي. تكلمهم يقول لك مفيش إمكانات ومفيش ندفع للمستشارين، ولهم متأخرات، فالموضوع بيتأخر. كلمت الوزير حتى ومكتب الوزير نفس الكلام، يقول لك أنا ما عنديش سلطة. دي الكلام ده عند وزارة العدل، لأن لهم متأخرات ومانعين مثلا إن المستشارين يتم انتدابهم عندنا علشان المتأخرات والمشاكل وهكذا يعني. فكل حاجة تلاقي فيها، حتى لما تيجي تخصص أرض على أساس تسجل من خلالها. طبعا بتكلم على أرض، على بحيرات تتزرع بمية بحر، على أساس أسجل 200 نوع سلالات من جميع أنواع المحاصيل. دي المفروض ثروة قومية
لأنها هتتسجل باسم مصر، والأول مرة بتتسجل على مستوى يعني هيئة بيسموها اليوبوف دي، بمثابة يعني إيه بنك دولي للبذور والمحاصيل يعني. فبتتسجل باسم مصر، بتبقى محاصيل مصرية أكتر من 200 سلالة. علشان آخد كان معايا مستثمرين أجانب أو عرب يعني بمعنى أصح من الخليج، على أساس إن مية البحر نزرع محاصيل وقود حيوي. والناس كانوا جايين يعملوا مصفة بترول، اتكلمت معاهم اقتنعوا بالمشروع، وبدأنا يعني نخاطب الجهات وهننفذ يعني. وكان التمويل الموجود 14 مليار دولار وقتها. كان للأسف في فترة 2014 2015، فالفترة ديت كان فيها أكتر من حكومة اتغيرت في وقت قياسي، خصوصا وزير الزراعة يعني اتغير أكتر من مرة. فكل شوية مضطر تبتدي من جديد. فقلت لأ، طب أنا استنى لما يجي مجلس نواب ويبقى الحكومة مستقرة وكده. فللأسف دي مشاكل وبيروقراطية بتاخدك بعيد. أكاديمية البحث كنت بعت لمجلس الوزراء، حول لوزارة الزراعة، حولت لمركز البحوث الزراعية. مركز البحوث الزراعية أشاد بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية وأوصى بسرعة التنفيذ. الكلام ده حتى يعني كنت قايله في التلفزيون المصري، هحاول أنزل الحلقة برضو هي على اليوتيوب، هحاول أنزلها. فللأسف يعني الموضوع علشان بقى بعد الموافقة ديت، علشان تروح من مكتب رئيس مركز البحوث الزراعية أو من المعهد البحوث يعني المعهد المختص، هم كانت لجنة مشكلة من 7 معاهد بحثية يعني أنا ما حضروا أو حصل لقاء كان مع ممثلي 7 معاهد بحثية اللي هم لهم علاقة بالموضوع يعني. فعلشان ده يطلع من مكتب وكيل مركز البحوث لمكتب رئيس مكتب رئيس مركز البحوث الزراعية، أخد 6 شهور تقريبا. عشان يطلع من مركز البحوث الزراعية يروح للوزير، قعد حوالي 6 شهور أو أكتر، يمكن سنة كمان. بعد كده بدأوا عشان يكلموني، بدأنا يعني نتكلم تاني في ان الكلام ده هيبعتوه لوزير الزراعة، ووزير الزراعة يبعته لمجلس الوزراء يعني. في الوقت ده طبعا كان في الوزارات بتتغير وكده، ما كانش فيها يعني كان في اكتر من تغيير وزاري. فطبعا برضو كان فيها مشكلة ان الهيئة بعت لهم أكتر من فاكس بأكتر من حاجة كانوا طلبوا حاجات معينة، فبعتها أكتر من 7 مرات وتفقد عندهم. فطبعا أنا بتكلم في براءات اختراع وحاجات زي كده. أكتر دولة نشطة في موضوع الزراعة بمية البحر، وإحنا عاملين بالنسبة لهم يعني هم لسه بيحبوا، وإحنا عاملين إنجازات مهولة في البراءة دي. فطبعا أسرار مهمة جدا ويهمهم إن هم يحصلوا عليها، سواء عشان يزرعوا صحراء النقب، سواء بقى لو لهم مطامع في سينا ده يعظم مطامعهم في سينا. فقلت أوقف الموضوع لحد ما يعني إيه يبقى طلبتهم بآلية معينة للتعاقد، ويبقى معروف مين اللي هيتعاقد ومين اللي هيطلع على أسرار البراءة والكلام ده كله. لأن طبعا إحنا عارفين وزارة الزراعة فيها جزء بحثي على علاقة بيعملوا زيارات لإسرائيل والعكس. وفي نفس الوقت أما كنت بسجل برضو بعض أنواع البذور والمحاصيل وكده، رئيس المركز قال لي ما انصحش إن أنت يعني تسجلها، يعني إن أنا أديهم الحاجات دي يعني يتابعوها في الصوب عندهم. قال لي اللي بينفذ عمالة عادية. في نفس الوقت أي حد بيدخل الصوب والمحاصيل ما تضمنش تروح فين، فأنت الأحسن تعملها في أرض عندك
واحنا نيجي يعني نتابع معاك في الارض دي، بحيث تبقى محكومة، معروف مين حي يعني الاجراءات اللي بتتم، مين بيتابع، مين كذا مين كذا، ما تبقاش المسألة قال لي ده عشان مصلحتك. فانا طبعا اقتنعت. فللأسف بقى من وقتها إلى الآن في دوامات بيروقراطية والكلام ده كله يعني، مع إن المشروع قومي جدا وخطير يعني. حتى كنت قابلت وزير البيئة، والراجل اقتنع جدا وتحمس وقال لي الموضوع محتاج موافقة مجلس وزراء، لأنه مش في إيدي لوحدي، ده في إيد مجموعة وزارات، وكل وزير فيهم ما يقدرش يتحرك إلا بموافقة جماعية من مجلس الوزراء على أساس تخصيص الأراضي والحاجات. قلت له تمام. خلال الأسبوع 10 أيام كان في تعديل وزاري واتشال فيه، هو جه تاني بعدها، بس كان بقى بعد كام سنة يعني. فللأسف في عوامل كتير بتدخل في المواضيع دي. طيب حضرتك من وجهة نظرك ايه افضل الحلول اللي انا النهارده ممكن اقدمها، بحيث ان انا احد من الموضوع ده او احد من السلبيات بتاعت الموضوع ده؟ اتفضل. والله كتير يعني. يعني أنا باستمرار مثلا في سواء صحف متخصصة زي عالم المال أو الأهرام العربي، الأهرام الاقتصادي، الأخبار، حاجات زي كده، يعني باستمرار بتكلم على ضرورة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وكده، ويعني حاطط كذا خطة متكاملة. حتى كان في قبل كده كنت عامل حاجة اسمها استراتيجية مكافحة الفساد، يعني على أساس برضه نتغلب على البيروقراطية والفساد الإداري والكلام ده كله. والكلام ده مطروح من 2012، اتنفذ حاجات كتير منه الحقيقة، وفي برضه مشروعات كنت بتكلم عليها يعني بتتنفذ دلوقتي. كان معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين كان وقتها ماسك البرنامج الرئاسي بتاع الرئيس يعني في الانتخابات، فكان هو مسؤول عن الملف الاقتصادي وملف الشباب. فاصل معايا كان دكتور مهندس من قيادات وزارة الري، فاديته مجموعة مشروعات وكان حريص انه يسمع مني ملخص لها وشرح لها، واديته دراسة جدوى مبدئية برضو المشروع قطارات فائقة السرعة. والربط بين البحرين برضو كان فيه يعني بعض سياسات مالية واقتصادية، زي مثلا ان احنا نستفيد من تسهيلات المشترين دي اللي تم من خلالها مثلا التعاقد على المفاعل النووي، اللي تم من خلالها كل تسليح القوات المسلحة خلال 10 سنين اللي فاتوا. تسهيلات مشترين بمعنى ايه؟ نوعيات معينة ودول معينة، الضمانات بتاعة التمويل للمشروعات اللي بتتعاقد عليها. فالحمد لله أنا كنت عملت برضو تعاقد تسهيلات مشترين، كان أول تعاقد في مصر من النوع ده. وحتى كان وقتها الدكتور نظيف برضو طلب إن أعمل تعاقد للحكومة من النوع ده، فقلت له طبعا الحكومة يعني الموضوع بالنسبة لها مهول، يعني التسهيلات ممكن توصل فترة السداد من 10 ل 20 سنة، الفايدة بتقل، لأن أنت طبعا دي مساعدات حكومية، ومصر طبعا كان موقفها المالي والاقتصادي كان مستقر ومصدر ثقة يعني. فالمهم الحاجات دي اتقدمت واتخذ بيها الحمد لله، منها برضو مشروع ال5 مليون فدان فالحاجات دي بتتنفذ. طبعا الحاجات دي برضو مشروعات طويلة الآجل يعني، لكن مثلا مشروع زي القطارات فائقة السرعة ده المفروض إن التكنولوجيا الصيني كانت فترة السداد حوالي 3 سنين، التكنولوجيا الألماني حوالي 5 سنين. يعني كان لازم الحكومة المصرية هي اللي تعمله، لأن كان في عرض من اليابان قبل كده إن هي تطور شبكات السكة الحديد التقليدية، فطبعا كان مرفوض
لان انت تقدر وتديها بقى امتيازات، وطبعا هي اللي بتصرف، فهي اللي بتاخد الايراد والكلام ده كله، يعني واخده حق انتفاع وتطوير وكده. فكان الافضل ان انت تعمل شبكة بديلة اللي هي القطارات فائقة السرعة، والمحاور بتاعتها تقدر تعمل يعني تعتبر شرايين تنمية بتربط بكل مدن التقليدية اللي هي المدن القديمة، تقدر تعمل قصادها مدن جديدة. لأن خط القطارات فائقة السرعة بيبعد من 25 ل 30 كيلو عن وادي النيل من ناحية الغرب. فطبعا مشروع زي ده بإذن الله وهو بادئ هيبتدي السنة دي إن شاء الله تعالى، يعني فده يعني هيحقق طفرة مع بداية تشغيله، يعني هنحسها كلنا بإذن الله. عليها يعني. والله ربنا يسهل. هو يعني اللي حصل ده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني وبرضو ما اقدرش انكر ان في اراده سياسيه يعني اي مشروعات لصالح الاقتصاد او كده دي انا لامسها فعلا يعني. القياده السياسيه تتدخل على طول يعني، ما لكن برضو للاسف يعني انا كان معايا موافقه على اتحاد عمالي بحيث ان انشر فيه التكنولوجيات دي ونعمل تدريب وتنميه وننشر الصناعات دي. كان معايا موافقه الوزير، وكان موظف صغير هو اللي بيعرقل الموافقة يعني. فشوف البيروقراطية وصلت لفين، ترجع للوزير يكلم الموظف، طبعا المدير العام يقول لك ما يقدرش ما ينفذ، وكيل الوزارة يقول لك ما يقدرش ما ينفذ، ويتصلوا بيه وبرضه تلاقيه يحط لك عراقيل وهكذا يعني. فللأسف الإدارة البيروقراطية المصرية وصغار الموظفين مش على المستوى المطلوب يعني. فهم دولت لان طبعا حضرتك فاهم هو بيعقد ليه يعني، بيبقى مستني حاجة معينة او كده. فيعني نطلب او يعني ندعي ربنا ان ربنا ييسر الامور ان شاء الله، ونقدر نتغلب على البيروقراطية والفساد اللي موجود ده يعني. امين امين. بإذن الله. جي ار في أي سؤال للأستاذ الباشمهندس محمد؟ حضرتك كنت عامل دراسة جدوى يعني؟ بالنسبة هي كل المشروعات طبعا بيبقى لها دراسة مبدئية، لأن على الأساس ده بتقدر تعرض المؤشرات بتاعتها. فالقطارات فائقة السرعة أنا كنت مقدم دراسة مبدئية ومصحح دراسة كانت عاملاها اللي هي الحكومة اليابانية كانت مقدماها من خلال المنح اليابانية في مصر، أو مؤسسة المنح اليابانية اللي هي اسمها جوكاندا. فكانوا عاملين دراسة على أساس يطوروا السكة الحديد يعني سكك الحديد التقليدية. فأنا صححتها، كان فيها تقديرات مغلوطة يعني، فقدمت التقديرات الصح وقدمت وجهة نظري إن المشروع يترفض يعني، لأن هو مش في صالح مصر، ومن مصلحة مصر إن هي تستبدله بشبكة قطارات فائقة السرعة. وقدمت على الأساس ده، عملت دراسة مبدئية ونشر الكلام ده كله في كتاب مشروعات العبور الاقتصادي، ونشره عندي على الموقع يعني، هو متاح مجانا. الكلام ده من 2009. يعني في الانتخابات اسم الويب الرئاسية سايت ايه يا أستاذ محمد؟ باشمهندس محمد. التنمية.com. 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 تمام. طيب الدراسة اللي كان كلمك عنها جي ار هي دراسة مبدئية، كانت تقريبا التكلفة قد ايه من كام لكام؟ اللي هي ايه؟ القطارات فائقة دراسة السرعة الجدوى ولا؟ التكلفية لا أنا بتكلم على، بص أنا بتكلم دلوقتي على موضوع مشروع تحلية المياه بتاعة البحر وزراعة الأفدنة لتوفير مواد الطاقة.
ما حسب انت هتبتدي بايه، يعني لان لو هتبتدي ب10,000 فدان غير 100,000 فدان غير مليون غير 10 مليون فدان، لان هو برضو احنا عندنا جهات. يعني كان في تعاقد من كام سنة مع شركة كورية خدت 500,000 فدان، على أساس إن هي هتحلي مية بحر وتزرع بيها. فإذا كانت شركة أجنبية تخصص لها 500,000 فدان، فإحنا على الأقل نبقى بالمثل يعني. فلو 500,000 فدان لها الحسابات بتاعتها، لو مليون أو أكتر برضو لها حساباتها، لو 10,000 فدان أو حتى مساحة تجريبية في الأول لها حساباتها. لكن هي طيب اتفضل. معلش انا استوقف بس لحظة، الشركة الكورية تم التنفيذ والتخصيص بالفعل ولا لسه؟ ده الرئيس خصص في خطاب رسمي طيب على الهوا يعني. طيب التكلفة هل في عبء على لا، الدولة؟ هم شغالين أي. بتكنولوجيا تانية. أنا بالنسبة لي التكلفة مم. حاسبها على 10، لو هنزرع مليون فدان أو 10 مليون فدان. يعني زي ما قلت لحضرتك، لو استخدمنا وقود حيوي بس احنا نقدر نزرع كل أنواع المحاصيل. يعني لو زرعنا 10 مليون فدان، فإحنا محاصيل زيتية ومحاصيل أعلاف وحبوب وغيرها، إحنا نقدر على الأقل نوفر. عندنا 4 مليون فدان بنزرعهم زيوت ومحاصيل أعلاف، اللي هي الزراعات التقليدية، انا نقدر انا معلش، انا نوفرهم. سؤالي، انا اسف جدا يا سياده المستشار، انا تقريبا سؤالي ما وضحتوش لسيادتك.